تظهري ده للناس بس، وبتنسي ان انت كده بتدمري ثقتك في نفسك وبتدمري تصالحك مع نفسك. قبل ما ابدا الفيديو حابه اوضح بس حاجه بسيطه. اي حاجه بقولها في اي فيديو انا بعمله بتكون حاجه عن تجربه شخصيه، حاجه انا عملتها وبقولها لكم بهدف ان هي اما تفيدكم يا اما حاجه تتفادوها. اكتر حاجات اللي كنت بعملها غلط في نفسي وكنت شايفه ان هي عادي، حاجه مش هتضرني وحاجة أنا بعملها بإرادتي، ولكن اكتشفت لما بطلتها إن دي حاجة أنا مش بعملها بإرادتي، بعملها غصب عني، وحاجة مش هتفيدني، لا دي هتضرني. احنا كبنات معظمنا بنحب ان احنا واحنا نازلين نحط ميك اب، نو ميك اب، بنحب ان احنا ننزل دايما بميك اب حتى لو خفيف جدا، مثلا بلاشر او ليب جلوس، حاجة خفيفة جدا. انا قعدت فترة كبيرة جدا ما كنتش بعرف انزل من البيت من غير ولا نقطة ميك اب. لو كنت نازلة تحت البيت السوبر ماركت الساعة 2 بالليل، يعني مفيش حد أصلا في الشارع، كنت لازم أحط بلاشر، ما كانش ينفع أنزل من غير ولا نقطة ميك اب. ولما جيت في رمضان أنزل من غير ميك اب، كانت هنا الصدمة. لقيت إن أنا ولا متقبلة شكلي ولا متقبلة أي حاجة فيا، حاسة إن أنا شكلي وحش قوي، بشرتي بهتانة قوي، تحت عيني هالات سودا، أنا شكلي وحش قوي، أنا إزاي هوري بشكلي ده للناس؟ إيه القرف ده؟ يعني ايه ده؟ وقتها حسيت ان انا ازاي مش قادرة انزل من البيت علشان مش حاطة ميك اب؟ يعني ايه؟ وهو يعني ايه انا مش متقبلة شكلي الطبيعي؟ يعني مش متقبلة شكلي اللي ربنا خلقني بيه. وقتها اكتشفت هنا ان انا فعلا بضر نفسي، وان دي حاجة انا بعملها مش بإرادتي، انا دي حاجة بعملها غصب عني، وانها فعلا بتضرني. وقتها قررت ان انا ابطل ميك اب تماما، او على الاقل ان انا احاول اقلله، لان لما يوصل بيا الحال ان انا مش قادرة اظهر شكلي الطبيعي وشكلي اللي ربنا خلقني بيه للناس، وبستخبى ورا شوية ميك اب بحطه على وشي، يبقى انا هنا في مشكلة. جيت في اصعب وقت ان انا ما اعرفش بقى ان انا ابطل فيه ميك اب، وقت كنت بنزل فيه على طول كتير جدا. كنت بروح شغلي على طول، وعلى طول بقابل ناس كتير في شغلي، ويبقى عندي فيه تصوير كتير قوي، انا بصور وبتصور، وعندي شغل كتير، بقابل ناس كتير وبنزل وبقابل ناس كتير في الشارع وانا رايحة وانا جاية. خصوصا في الصيف احنا بنبقى نازلين من البيت شكلنا حلو قوي وبشرتنا حلوة جدا، حتى لو حاطين ميك اب بننزل بنلاقي وشنا باظ خالص والميك اب ساح وبقى شكلنا ما يعلم بيه الا ربنا. طبعا الموضوع كان بالنسبة لي صعب جدا ان انا ابطل ميك اب، ولكن اخترت الوقت ده بالذات ان انا لازم امنع في الميك اب تماما. قلت ان انا احبب نفسي في بشرتي الطبيعيه واحده واحده، ان انا كنت كارهاها تماما وانا بحط الميك اب، فلازم لما ارجعها واحده واحده. لما كنت باجي انزل حاولت ان انا واحده واحده احط مثلا بلاشر بس، انا مثلا كنت بحط بلاشر وكونسيلر وليب جلوس، ممكن ماسكارا كمان، فحاولت ان انا اقلل كل ده واحده واحده، مثلا ما احطش غير بلاشر بس او ليب جلوس بس، ما ينفعش احط الاثنين، هي حاجه واحده من الاثنين بس، انزل بحاجه واحده فيهم. فبدات بقى ان انا اهتم ببشرتي اكتر، اعمل لها سكين كير اكتر، ان انا احب شكلي عامه واحب بشرتي عامه. بدات بقى واحده واحده ان انا ما انزلش بميك اب خالص، احط مثلا مرطب بس على وشي، وكانت عندي صن بلوك، كان اول ما باحطه على وشي كان بيخلي بشرتي جلوي قوي، كان بيخلي بشرتي شكلها حلو جدا من غير ولا نقطة ميك اب، فكنت على طول بحطه وانا نازلة، وكنت بمنع الميك اب تماما. ووقتها كمان كان جاي رمضان، فحاولت ان انا امنع نفسي تماما عن الميك اب. لما احكم على شكلي ونفسي بمجرد حاجات بتتحط على وشي كزينة ان انا وحشة، يبقى انا هنا فعلا بضر نفسي. وفكرة ان انتي مش متقبلة شكلك الطبيعي ولا طبيعتك اللي ربنا خلقك بيها، فانت بالتالي عندك مشكلة في ثقتك بنفسك. مش لازم على فكرة تحطي ميك اب كل شوية وانتي نازلة في اي حتة عشان تحسي ان انت شكلك حلو وشبه الناس اللي بره. لو انتي ما بتحبيش الاكسسوارز مش لازم تلبسي اكسسوارز كل شوية وانتي نازلة رايحة الدرس او رايحة اي مشوار عشان تبقي شبه برضو الناس اللي بره. لو الستايل اللي انتي لابساه مش مريحك بس انتي عايزة تلبسيه عشان تبقي شبه الناس اللي بره، تبقي زي الترند، ما تلبسوش، خليكي انتي واعملي كل حاجة بتريحك. اي حاجه بعد كده تولع. السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا في ان هي تحسسنا ان احنا لازم نبقى 24 ساعه بيرفكت، لازم الاوتفيت يبقى بيرفكت، لازم كل يوم اوتفيت مختلف، لازم انزل بميك اب عشان يبقى شكلي شيك جدا، لازم انزل على طول باكسسوارز، لازم يبقى شكلي دايما تحفه، ولازم كل سنه اجيب لبس جديد، وكل شهر اعمل اوردر جديد من شي ان، ولازم كل ما انزل البس اوتفيت مختلف، لازم بيتي يبقى كله مودرن ويبقى كله فيه اماكن تصوير حلوه جدا، لازم خروجاتي تبقى في اماكن واو، واروح كافيهات واو وغاليه واماكن تحفه. عادي جدا ان انا انزل كل يوم بنفس الاوتفيت، عادي ان انا اروح كل حصه لابسه هو الاوتفيت. انا عندي مثلا هودي اسود برتاح فيه جدا وانا نازله بيه، بحس ان انا مرتاحه وبعرف البسه ب100 طريقه، بلبسه على اي حاجه بحس ان هو بقى خلى شكل الاوتفيت شيك جدا، بروح بيه على طول الدروس، طالما حاجه انا مرتاحه بيها
خلاص اي حد تاني في الدنيا يولع. عادي ان انت تلبسي الاوتفيت كل يوم، عادي ان انت تلبسي الاوتفيت كل حصة، عادي جدا. طالما حاجة انت مرتاحة فيها وبتحسي ان انت فيها مرتاحة وواخدة راحتك، يبقى اي حاجة تانية في الدنيا تولع. وعادي على فكرة ان انا ما اجيبش هدوم كل سنة، وعادي ان انا البس الهدوم اللي انا سايباها في الدولاب بقالها سنتين وتلاتة. عادي جدا، محدش هيجي يقول لي انت ازاي لابسه هدوم عندك بقالها سنتين وتلاتة. وعادي على فكره ان انا بيتي ما يبقاش كله مودرن، عادي يبقى بيتي بيت طبيعي زي البيوت الطبيعيه اللي موجوده. مش لازم خروجاتي كلها اللي انا اخرجها تكون في كافيهات غاليه جدا عشان اصور وانزل واقول ان انا بروح في اماكن واو. انا هنا مش جايه اقول لك ان انت تبطلي ميك اب وان الميك اب وحش وان انت لازم تبطليه، مش جايه اقول لك ان انت تبطلي ان انت تحطي نيلز ولا ان انت تبطلي تهتمي بنفسك، ولكن جايه اقول لك لما تبدأي ان انت ما تتقبليش شكلك الطبيعي يبقى هنا في مشكلة ولازم نواجهها. ما تحاوليش تداري ورا شوية حاجات عشان تحسي ان انت مقبولة، عشان تحسي ان انت شكلك جميل وواو، عشان تظهري ده للناس بس، وبتنسي ان انت كده بتدمري ثقتك في نفسك وبتدمري تصالحك مع نفسك. حبي نفسك من غير اي اضافات، من غير ميك اب، من غير فلاتر، من غير اوتفيت كل شوية مختلف، من غير اكسسوارز. لازم تكوني متقبلة شكلك الطبيعي وتكوني متقبلة كل حاجة فيكي حلوة. ما نخليش قيمتنا وثقتنا في نفسنا ولا قبولنا لنفسنا وقبولنا لشكلنا يكون مرتبط بحاجات خارجية. حبي نفسك وحبي بشرتك وحبي جسمك وحبي كل حاجة ربنا خلقها فيكي. حبي نفسك وحبي نفسك على طبيعتها من غير ما تضطري ان انتي تحليها بأي حاجة. حاولي ان انتي تحليها بشوية ميك اب او بشوية اكسسوارز بشوية لبس. ما تحاوليش ان انتي تداري طبيعتك وجمالك الحقيقي. اتمنى ان انا اكون افدت اي بنت اتفرجت على الفيديو ده.